السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جمهورنا الحبيب، جمهور قناة خط الدفاع. نبدأ بخير الكلام، الصلاة والسلام على سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. العناوين: الخطيب يزور اللاعبين قبل السفر إلى المغرب. حسام غالي رئيسا للبعثة. الكاف يعترف بخطأ الحكم الليبي. بوبو لاعب فيوتشر بالأهلي خلاص، أولى الصفقات. وشاعرة قطرية في حب الأهلي. رسالة إلى جمهور الوداد. التفاصيل: الخطيب يزور اللاعبين ويدعمهم جدا، وكلامه معهم كان مهم جدا في هذا التوقيت. كابتن بيبو نعرفه ونعلمه جيدا، رجل المواقف ورجل الصعوبات. الراجل شاف انه اللعيبة ضغطت نفسيها بسبب النتيجة، فراح لهم وقال لهم: يا جماعة انسوا نتيجة القاهرة خالص، انتوا رايحين تلعبوا مباراة من يعني بطولة من مباراة واحدة زي السنة اللي فاتت، مباراة واحدة بالبطولة، ورايحين ان شاء الله نكسب. شكرهم على أدائهم في المباراة، شكر كل اللاعبين وقال لهم: أنا عارف إن أنتوا بذلتوا مجهود، وعارف إنه عملتوا اللي عليكم، وإحنا إن شاء الله وراكم ودعمنكم. شد حيلكم يا أبطال، قدامنا 90 دقيقة بإذن الله، وبتوفيق الله ربنا معانا ونرجع بالكاس إن شاء الله. الخطيب دعم لاعبيه جدا ويفراهم، وقال لهم: محدش يفكر في حاجة، وانسوا السوشيال ميديا خالص، وانسوا الكلام اللي اتقال، وانسوا اللي حصل، و يعني مش عاوزين نفكر في المباراة خالص، عاوزين نفكر ان احنا قدامنا مباراة واحدة هي البطولة. وكانوا اللاعبين فعلا مبسوطين بوجود الكابتن بيبو، وهو كان لازم يتكلم معاهم قبل هذه المباراة وقبل ما يروح المغرب علشان خاطر يطلعوا من بره الدوامة دي. حسام غالي رئيسا لبعثة الأهلي أمام الوداد. طبعا حسام غالي ابن النادي وعضو مجلس الإدارة، الخطيب خلاه يروح هو رئيس البعثة في النهائي. يا سلام عليك يا بيه. طبعا هيطلعوا المعرضين وهزاز الرؤوس ويقول لك ايه، الخطيب سلم حسام غالي تسليم اهالي، لان الوداد هيفوز على الاهلي وهياخد البطوله وهيرجع منكسر. ان شاء الله لن ننكسر باذن الله، وباذن الله سننتصر، وباذن الله سنعود بالكاس، وليخسأ الخاسئون ان شاء الله. علي معلول في الاجتماع، انا هحط صورة لعلي كان واقف مع الكابتن بيبو وكان حاطط وشه في الارض، ويعني مكسوف او زعلان انه كان سبب في الهدف اللي جه او الغلطة كانت من عنده. لا، احنا بنودي لك رسالة يا كابتن علي، ارفع راسك فوق، انت ابن النادي، وانت لعيب كبير، وانت لعيب عظيم، وانت قدمت اللي عليك، وانت عملت اللي عليك، وان شاء الله ان شاء الله انت اللي هتجيب الكاس باذن الله تعالى. ان شاء الله علي معلول هيكون سبب في هذه البطولة باذن الله تعالى. ارفع رأسك يا علول وما توطيش رأسك، وان شاء الله البطولة بتاعتك. اعلم انك في قلوب كل الاهلاوية، واعلم انك لاعب كبير، ولا مبرر ابدا ان تظهر بهذا الانكسار. انت لاعب كبير ولاعب عظيم وكابتن النادي الاهلي. سيأتي يوم ان شاء الله ترتدي إشارة الكابتنة للنادي الأهلي. الكاف يعترف بأخطاء الحكم الليبي في مباراة الوداد في القاهرة، وقال أنه لم يطبق القانون ولم يطبق المادة 12 من طرد عطية الله، وأنه تغاضى عن الكرت الأحمر للاعب، وده ينزل من درجات هذا الحكم. دكتور علاء صادق قال في الفيديو بتاعه ان ابوه داخل انتخابات على مقعد العضو التنفيذي لشمال افريقيا، وانه كان في وعود من المغاربة انه هيدعموه وهينجحوه وهيوصلوه للي هو عاوزه، وهو وعدهم ان شاء الله انه ابنه هيقوم بالواجب، وده على عهدة على صادق.
الدليل ان الحكام كلهم يعني كانوا بيجاملوا الوداد في جميع مبارياته. طرد في سان داونز، وطرد مش عارف في مباراة ايه، وكان في يعني احنا مش عاوزين نخش في الحاجات ديت عشان احنا مش عاوزين الحاجات دي تأثر على لاعبينا ولا تأثر علينا. ان شاء الله الاهلي يلعب مباراة قوية هناك بإذن الله ويعود بالكاس. رضا بوبو ان شاء الله في الاهلي. اللاعب يرفض عرض الامارات ويتمسك بالاهلي. اللاعب عاوز يلعب في الاهلي، ورغبة اللاعب هي التي ستحسم الموضوع. الولد تقريبا الاهلي بجاز في العقود عشان يوديها لفيوتشر، وفيوتشر ان شاء وعد بانه حسب رغبة اللاعب مش هنقدر نغصب عليه. وان شاء الله رضا بوبو باذن الله هيكون موجود في الاهلي وسيعلن في الوقت المناسب. الدكتورة زينب المحمود شاعرة قطرية كتبت مقالة في حب الأهلي. هذه المقالة هزت أركان السوشيال ميديا جميعا، والجمهور تعاطف والتف حولها بصورة كبيرة جدا، وكانت بالنسبة لها يعني مفاجأة وصدمة أيضا كبيرة أنها لقت هذا الحب وهذا الالتفاف حولها. واستضاف ابراهيم المنيسي او الاستاذ ابراهيم المنيسي والمهندس عادل القيعي، وقالت ايه؟ شكرت جمهور الاهلي الذي احاطها بعاطفه كبيره وحب، وتفاجأت بالخطيب انه يتصل بيها وشكرها على المقال، وقالت المقال الذي كتبته عن الاهلي اضاف لي الكثير في مسيرتي الادبيه. وقالت الاهلي منظومه متكامله في الكورة والأخلاق والاقتصاد. الأهلي رمز الأخلاق في الوطن العربي كله. شكرا للدكتورة زينب. كمان قالت الدكتورة زينب شعر في النادي الأهلي أنا حابب إن أقوله لكم. قالت في منبر الحمراء جل لقائي، وتعاظمت في مصر ذي الكلمات، في معقل الأبطال درة مجدها، في الأهل نادوا المجد في الساحات، هو قلعة في الجد يزرو فجرها، في كل يوم يرتقي بالدرجات، يبني يؤسس للأخوة مجمعا، في مصر أم الكون والبركات، هي مصر من حملت عظائم أمة منذ الخليقة، وهي فجر آتي، فلها مني فلها أطرز حلة من خافق، ولنيلها تجر الحروف فراقي. شكرا إلى الدكتورة زينب، وأنت أهلوية حتى النخاع إن شاء الله. احنا عملنا فيديو قبل كده وقدمنا الشكر للاعبين وقلنا لهم شكرا على المباراة بعد المباراة، والآن وقت الحساب حتى نتعلم. احنا مش بنحاسبكم عشان نذبحكم، لكن عشان نجهز لمباراة الوداد القادمة ونستعد كويس، والأخطاء اللي حصلت ما تتكررش. لأن لما يحصل 4 انفراد لشوبير وخط النص لم يكن في حالته 2 مروان وحمدي فتحي، وعدم تركيز من كهربا وتاو أضاع منا فرصة تحقيق 3 أو 4 أهداف على الأقل، فلازم نقول لهم لا. اللي كان أفضل 2 موجودين أمانة كان حسين الشحات ومصطفى شوبير. لذلك عليكم التركيز، عليكم الرجوع فورا إلى مستواكم المعهود واللي احنا مستنيينه منكم. مباراة المغرب احنا مش عاوزين نكسب فيها، احنا عاوزين رجالة تحارب، عاوزين رجالة تقف، ما تخليش اي حد يقرب من الجول. يعني انا بقول لكولر يا ريت ان اول يعني خط الدفاع بتاعنا اخره يكون قدام منطقة الجزاء ب10 يارد على الاقل، محدش يقرب من المنطقة دي خالص. التقفيل يكون من نص الملعب وضغط من نص ملعب الخصم، ما يجيش عندنا خالص. يعني قدام منطقة الجزاء ب10 يارد على الأقل نكون مقفلين، عاملين ستار حديدي، ستار مبني، ستار عفاريت زرق. المهم نحافظ إنه مفيش حد يقدر يجي الناحية ديت أو يهدف أي هدف. بإذن الله هتكون مباراة قوية لو هنشتغل على التطفيش. يعني لو كولر يحط ابن الحيطة يا ولد ويشتغل على التطفيش احنا موافقين، خليه يطفش. مش عاوزين نكسب، مش عاوزين نتغلب، مش عاوزين، مهم
احنا مش عاوزين هدف يخش فيه باي طريقه إن كان، اي طريقه نلعب باي طريقه، باي اسلوب، باي دفاع. اللي يقول لك ده الاهلي بيلعب دفاع، اللي يقول لك انسى الكلام ده كله. احنا عاوزين البطوله، العب زي الزفت بس ما يخشش فيك هدف، ما عندناش مشكله. مش عاوزين فنيات، مش عاوزين شكليات، عاوزين البطوله ان شاء الله تكون اهلاويه. احنا اللي شفناه في مباراه الاهلي من فساد من الحكام واضح جدا أن أفريقيا ما زالت ترتع في الفساد، وصعب إنه يتغير. احنا اتفقنا خير لما إيه متسبي، لكن للأسف الفساد والرشاوى زادت والدنيا خربت أكتر من الأول. ويعني دليل على كلامي فوزي الأقجع في تصريحات له سابقة العام الماضي قال حان الآن الكرة المغربية للسيطرة على الكرة الإفريقية. المغرب كفريق قومي أو منتخب أدى أداء مشرف، كلنا وقفنا وراه لأنه ده أداء مشرف، لكن أداء الحكام الغير مشرف ده اللي احنا مش عاوزينه. طبعا هناك دور كبير لكولر في المباراة القادمة، لأن المباراة بتاعت القاهرة كان لازم يبص كويس على نص الملعب ويغير فيه قبل ما ينهار بالطريقة دي. لاعبينا كانت تعبت منهم مروان وحمدي ومش كانوا في مستواهم أساسا، وكان لازم يغير بدري بعد الهدف الثاني عشان يضخ دماء جديدة ويخلي الفرقة تنشط أكتر من الأول. بعدين أنت بتلعب على أرضك، ليه كهربا كان لوحده؟ أنت بتلعب على أرضك، يعني ليه كهربا مهاجم وحيد؟ عموما أنت ليك دور كبير يا كابتن يا مستر دولار دلوقتي في هناك في المغرب. لازم تحافظ وتشتغل بقى إلى يعني بالطريقة الدفاعية البحتة، انسى فنيات، انسى شكليات، انسى أي حاجة. رسالة إلى إدارة الأهلي، إلى الكابتن بيبو. الحكم بابلاك تسيم في 2019 الزمالك توج بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان بعد الفوز بركلات الترجيح، لكن بعد المباراة فوزي الأقجع اعتدى على الحكم ده وضربه ضرب مبرح حتى بكى هذا الحكم. وبعد كده الراجل ده صلحوه على الحكم ورضوه وظبطوا الدنيا، وجه فوزي الأقجع في منصب رفيع في الكاف وبدأ يتعامل معاه معاملة غير، وظبط الحكم وروقه على الآخر. طبعا كده الرسالة وضحت جدا، والعملية كده ربنا يسترها في المغرب إن شاء الله. ليه الاتحادي الافريقي دايما كده بيقرف الاهلي ويضغط على الاهلي؟ انا مش عارف ليه دايما يطلع قرارات يعني دائما تستغربها، دائما تحس ان في شبهات من قرارات الاتحاد الافريقي. يعني احنا العرجون في 2007 جه يحكم مباراه الاهلي وانتهت بفضيحه وكارثه، كان اخر مباراه ليه وهيعتزل. جوبيز السنه الماضيه مع الوداد اخر مباراه ليه وهيعتزل، وبرضه شفنا اللي حصل في المباراه. النهارده بابلاك ديسيمبا هيعتزل. ليه بتصدروا لنا الشبهات؟ انا مش فاهم الاتحاد الافريقي بيعمل كده ليه. اداره الاهلي لن تشتكي على الحكم الليبي، واداره الاهلي لن تعترض على حكم كمان الاثيوبي، لان اداره الاهلي عاوزه اللعيبه تركز ومش عاوزه يتشتت تفكيرها زي السنه اللي فاتت، ونضطر ان احنا اللعيبه تنزل مشتته غير مركزه في المباراه ونخسر المباراه، الله لا يقدر. لذلك انا يعني بشد على ايد الخطيب انه خلاص ننسى الكلام ده، عشان مش يقعدوا يقولوا الاهلي بيشتكي كل شويه والاهلي كل شويه يعترض والاهلي كل شويه. لا، احنا ننزل ان شاء الله برجالتنا بلاعبتنا نكسب ونرجع بالكاس ان شاء الله. عاوزين من لاعبينا عدم الالتفاف الى اعلام العار الفاشل الاعلام المصري. اسلام صادق ومهير والهجاص ومحمد خزوق والهلفوت والغندور وهزاز الرؤوس قعدوا يقولوا لك المباراه بتاعت الاهلي صعبت والمباراه صعبه على اللعيبه واللعيبه مش هتقدر تقاوم الجمهور. انتوا لعبتوا على المغرب ولعبتوا قدام الجمهور ده بدل المره 10، وكنتوا قدها وقدود، وان شاء الله انتوا قدها وقدود، وباذن الله هترجعوا باذن الله منصورين. الناس اللي بتهاجم حسين الشحات انه طلع معصب عمال يخبط في الارض ويشوط ويعمل علشان يتغير، لا يا جهلاء، هو مش بيعمل كده علشان يتغير، علشان هو زعلان من الهدف اللي دخل فينا، علشان كان فاضل 4 دقايق تطلع النتيجة 2-0، علشان كان فاضل 4 دقايق وتبقى النتيجة مفرحة للجماهير وللعيبة ومريحة الجماهير ومريحة اللعيبة. ده اعتراضه وليس عشان التغيير، ده كان فاضل دقيقتين اصلا، هيعترض على ايه؟
احنا لما بنعترض على الحكم، فاحنا ما بنعترضش على الحكم كشخص او بني ادم، احنا بنعترض على قرارات الحكم، بنعترض انه ما طبقش القانون، بنعترض انه ما طبقش اللوائح، بنعترض انه ما نفذش تعليمات اللعب النظيف. للاسف الحكم فاولات بالهبل ضد الاهلي قويه جدا بدون انذارات، واي لمسه للوداد بفاول ويعني في اسرع وقت. ما فيش فاول اتحسب لينا قريب من الجون الا ما ندر، وهم اتحسب لهم مش عارف اكتر من 12 13 حاجه على حدود منطقه الجزاء. فده كان اعتراضنا على الحكم. خبراء التعريض بتوعنا بتوع الحكام المغاربه عمالين يجيبوهم على شاشات التلفزيون والفيديوهات اللي طلعوها، وبيقولوا ادي حكام مصر، بيقولوا ان الحكم كويس وان الحكم ما اخطاش وان الحكم كذا كذا، وما فيش حد فيهم اتكلم بما يرضي الله نهائيا الا سمير عثمان. كل واحد في حكام مصر، جهاد جريشه، احمد الشناوي، الجماعه دول لهم مصالح مع الاتحاد الافريقي، فطلعوا طبعا يجاملوا علشان كذا كذا، وفي الاخر الاتحاد الافريقي اداهم على وشهم وادان الحكم واعترف. احداد لاعب الوداد السافل اللي عمل حركه بذيئه للجمهور الاهلاوي في معقل الجمهور وفي الاستاد القاهره المصري، في حد من الاعلام العار جاب حاجه عنه؟ في حد اتكلم عليه؟ طب بذمتكم لو ده محمود كهربا كانوا عملوا ايه؟ ده كان الاتحاد المصري اللي ملوش دعوه بالمباراه ولا له دعوه بالموضوع كان اوقف محمود كهربا. غير الاعلام كان طلع مدحت شلبوكه وابو باروكه واسلام صادق والهجاص ومهير والعالم الزباله دول كلهم كانوا طلعوا مسكوا كهربا سلخوه لو هو اللي كان عمل كده. لكن مفيش حد جاب اسمه، مع انه ما بيلعبش في الزمالك، خلاص مشي، لكن كان بيلعب في الزمالك برضه خايفين من مرتضى لا يدوهم على وشهم كلهم. الى جمهور المغرب العزيز، الازايز اللي اترمت واللي شفتوها بتترمي واللي صوروها لجان مرتضى منصور وحطوها على السوشيال ميديا عشان انتوا تشوفوها، دي كان لا يقصد بها ابدا حكم لعيب الوداد، اللي كان مقصود بها حكم المباراه، لكن كان لعيب الوداد ماشيين جنبه، فاجت يعني غصبا عنهم ان هم لعيبه الوداد كانت موجوده، وشفت مصطفى شوبير ومجدي قفشه وهو بيقول لهم لا ما ينفعش كده، وهم وردوا عليه قالوا له احنا عاوزين الحكم مش عاوزين لعيبه الوداد. جماهير الاهلي لا يمكن تعمل كده، لا يمكن، لكن الحكم زي ما انت شفتوا ظلم الفريق، والجمهور عنده حق في انه يعترض عليه. كلنا نعلم ان عصام عبد الفتاح هو من ارسل حكام او بيرسل حكام او بيختار حكام للاهلي، احنا عارفين ده كويس، وعارفين ان هو بيحارب الاهلي من جوه الاهلي، من جوه الاتحاد الافريقي، ومتمسك بمنصبه في الاتحاد الافريقي علشان يأذي الاهلي مش اكتر من كده. تعديل عقود لاعبي الاهلي بعد النهائي الافريقي، الكابتن محمود الخطيب سيعدل جميع عقود لاعبي الاهلي بعد التغييرات الفجة التي تحدث الان في عقود اللاعبين على مستوى العالم. الاهلي وعد والخطيب وعد انه ان شاء الله بعد البطولة ستكون هناك تعديل لكل لاعبي الفريق باذن الله تعالى. تمنياتنا للاهلي ان يعود بالكأس من المغرب باذن الله تعالى، ودعوات كل احباب الاهلي وكل المصريين. الى هنا ارجوك ادعم القناة، اعمل لايك، شير الفيديو، اشترك في القناة لأول مرة تسمعنا عشان نقدر نقف قدام اعداء الاهلي فقط لا غير. دمتم وفي امان الله.